منذ قديم الزمان ظهرت مخلوقات من العدم تعيش في الأرض فساد، أطلق عليهم اسم الأوني. كانت تشبه البشر شكلا، لكن قوتهم أكبر وأحتى بكثير، ولم تستطيع البشر مواجهتهم. ولكن في إحدى الأيام ظهر رجل واحد يدعى موموترو، وهزم عدد لا يحصى منهم. ودي كانت بداية الحرب ما بين الموموترو والأوني، المنظمة التي تم تأسيسها لمواجهة تلك الشياطين. فماذا سوف يحدث في هذه الحرب الدموية؟ وهل قد يأتي يوم يجتمع فيه أبناء الجنسين في أرض واحدة بدون معارك؟ كل ده وأكتر هنعرفه النهارده، ولكن الأول ما تنساش تصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب، وتعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدأ في سرد الحكاية. ده هو شيكي، شاب تم فصله من المدرسه، ولكن ولا فرق معاه. ابوه بيخش عليه وبيقول له يا فاشل ايه اللي انت عملته المره دي في المدرسه، وخلاهم يفصلوك. فالعاج بطلنا بيرد عليه وبيقول له مالكش دعوه، روح شوف المحل بتاعك اللي ما فيهوش زبون حتى. فبيقول له فاشل زيك ما يحقلوش اصلا ان هو يتكلم مع اسياده بالطريقه ديت. فشيكي بيقول له ما تحسسنيش يعني انك قلقان عليا، كده كده انت مش ابويا الحقيقي. الاب يوشي بيتضايق وبيسيبه وبينزل، وما بيديش للموضوع اي اهميه لان هو بيحب الواد دوت جدا من صغره. المهم الاب بيجيله طلبيه وبيروح يوصلها، بس اول لما خرج في انفجار بيحصل في المحل، وفي حد غريب بيطلع شيكي من اوضته قدامه بيقول تم تحديد الهدف، سوف اقضي عليه الان. لسه بيكون خلص عليه، ولكن يوشي بيجي وبيخبطه بالعربيه بيطيروه، وعلى طول بيقول لشيكي يلا اركب العربيه. بالفعل بيعمل كده وبينطلقوا. شيكي بيقول هو الشخص دوت ليه هجم علينا، وانت ايه اللي خلاك تقتله اصلا؟ فبيقول له الشخص دوت لسه ما ماتش، انا ما كنتش عايز اعرفك الحقيقه، بس انا هقول لك دلوقتي. شيكي انت من سلاله الشياطين يعني الاوني، والراجل اللي انت لسه شايفه دوت هو من سلاله الموموترو. انا عارف ان من الصعب انك تصدقني، بس ديت الحقيقه. وهما بيتكلموا كده بيتم الهجوم عليهم من نفس الشخص. وها قد بدانا. وفجاه العربيه كلها بتتغطى بالضباب الاسود، والكاوتش بيفرقع والاتنين بينطوا لان العربيه بتتفنجر. وفي نفس اللحظه ديت شيكي بيكون اختفى وتم سحبه للمصنع المهجور دوت، والشخص ده بيكون مكتفه وبيقول له انت من سلاله الشياطين لذلك انا لازم اقتلك. في اللحظه يوشي بيدخل وبيقول الاسطوره بتاعه الموموترو والشياطين حقيقيه يا شيكي، واستمرت المعركه ما بين الجنسين لالاف السنين، بس في النهايه الشياطين انسحبوا لانهم كانوا في حاله يرثى لها. شيكي بيقول له انت شكلك كده كبرت وخرفت خالص يا عجوز، ايه الهبل اللي انت بتقوله دوت؟ في لحظه الشخص ده بيطلع سيف من العدم، ونفس النظام عند ابو شيكو، وبتبدا المطحنه. الاثنين بيهجموا على بعض بهجوم فتاك، وبنعرف ان الضباب الاسود دوت مخصص لسلاله الموموترو، والوحيدين اللي بيقدروا ان هم يستخدموه. بس اظن انك لاحظت حاجه يا صديقي. ايوه يشرو من سلاله الموموترو، بس هي اصلا اللي بيخليه يدافع عن الاوني. في احدى الايام وهو عمال يقتل في الشياطين قابل شيكي الطفل الصغير، وما رضاش ان هو يقتله، وقرر ان هو يحتني بيه، ودلوقتي بقى عامل زي الشحط. وبسبب اللي هو عمله دوت كان دليل اكتر من كافي ان هو خان منظمه الموموترو، ولذلك بيسعوا وراه دلوقتي علشان يقتلوه هو والشيطان اللي بيرعاه. الشخص دوت اللي بالمناسبه بيكون اسمه مومايا بيقول ليوشيرو اوعى تكون نسيت خطوره الاوني علينا وعلى جنس البشر بالكامل، بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي خلاك تخوننا؟ شكلك كده مش هتجاوبني، يبقى انت كده حكمت على نفسك بالاعدام انت والشيطان دوت. اوعى تكون فاكرين ان انا هسيبك تعمل كده، وعمالين يهجموا على بعض، هجم من هنا على هجم من هنا، والاجواء ما بينهم مولعه وهم عمالين يهجموا على بعض. مومايا بيقول له انا عايز اعرف ايه اللي بيخليك تحمي الشيطان دوت. فبيقول له انا لو شرحت لك انت مش هتفهم. في لحظتها العجوز بيهجم على مومايا بكل تهور، وطبعا دوت ما بيرحموش حرفيا، وبيدوا واحده في صدره قاتله، بيجيبوا على الارض جثه هامده. وكل دوت وده منظر شيكي اللي ما بيكونش مستوعب هو ايه اللي بيحصل لغايه دلوقتي، وعمال يصرخ. مومايا بيقول له اخرس بقى انا هاجي اقتلك دلوقتي. بس قبل ما يتحرك العجوز بيمسكه هو بيقول له ما كفايه بقى، انت اللي مش عايز تجاوبني، انت بتحمي الطفل دوت ليه؟ فبيقول له الاجابه واضحه، علشان دوت ابني، هو ملوش اي ذنب ان هو اتولد من جنس الاوني، وانت عايز تقتله لمجرد ان دم الشياطين بيجري في عروقه، ما تفكر شويه بقى. فدوت بيقول له اخرس وبيستدعى صيف. في نفس اللحظه دي شيكي بيقول الشخص دوت جاي علشان يقتلني انا، طب هو ليه بيعذب ابويا؟ هو مش انا الهدف؟ يلا تعالى قتلني. بس مفيش اي استجابه، وبدل ما يعيط دموع يا صديقي بيعيط دم، ومش يعني بس لا ده جسمه كله بيخرج دم، وبكده تم التحول بالكامل، وبيقدر ان هو يحرر نفسه في لمح البصر. بيكون جنب مومايا وبيهجم عليه، لكن هو بدل ان هو تصفي كل هجماته لا، وكمان بيقدر ان هو يقطع له دراعه، بس بيجدد ولا كأن في اي حاجه، وكمان بيستدعى الاسلحه ديت من دمه، وبيبدا بالهجوم عليه بهجمات لا تعد ولا تحصى. تحس كده ان الذخيره ما بتخلص حرفيا، وكمان بيستدعى صاروخ وبيهجم عليه بيه، لكن على اخر لحظه بيقدر ان هو يتفاداه، وبالعافيه قادر ان هو ياخد نفسه. وبيقول الاوني مش مرعبين لانهم بيقدروا ان هم يتحكموا في دمهم، المرعب اللي فيهم هي وحشيتهم وتعطشهم للدماء. بيحاول ان هو يلقط نفسه،
ولكن دوت بيديله رجلي بيلزق في الحيطه، بيحاول يتحرك بس دوت بيثبته وبيديله نظره انت هالك، وبيهجم عليه بالرشاشات والبوازيك وكل حاجه والمكان بيتدمر. لكن للاسف دوت ما كانش كافي ان هو يخلي مومايا يموت لانه بيقدر ان هو ينجو. وفي نفس ذات اللحظه شيكي بيقع ودمه بيتناثر في كل المكان وبيرجع لهيئته البشريه وما بيكونش فاهم هو ايه اللي حصل له. مومايا بيقول ديت فرصتي، انت دلوقتي في حاله ضعف، وبيهجم عليه بكل وحشيه بسيفه الضبابي، لكن ما بيحصلوش اي حاجه لان العجوز بيدافع عنه، هو اللي بيتهم مكانه. مومايا بيقول له انت بتدافع عنه رغم انك شفت قوته الشيطانيه؟ انا بصراحه مش فاهمه خالص. يوشي بيفتكر ابتسامه شيكو بيقول له الاجابه بسيطه جدا، لان دوت ابن العزيز. موماي برضه ما بيكونش فاهم هو قصده ايه بس بيسيبه وبيمشي. ويوشي بيقع عليه شيكو بيقول له خلينا نتكلم لاخر مره، اولا انا اسف ان انا ما عيشتكش العيشه اللي انت كنت عايزها، وتاني حاجه منظمه الموت مش هتسيبك لانك بيجري في عروقك دم الاوني، وزي ما انت شايف كده انا مش قادر احميك، لذلك انا عايزك تكون بالقوه الكافيه اللي تقدر بيها ترضع منظمه الموموترو. لكن هو بيقومه بيقول له ما تتكلمش، خلينا اوديك على المستشفى وبعد كده تبقى تتكلم معايا زي ما انت عايز، انا لسه ما اتكلمتش معاك بما فيه الكفايه ايها العجوز. فدوت بيضحك وبيقول انا بتمنى ان الموموترو والاوني يعيشوا مع بعض، ودي كانت اخر كلمه يقولها صديقي لانه بيفارق الحياه. الواد من الصدمه ما بيكونش مصدق اصلا ان هو مات وعمال يتكلم معاه، لكن اخيرا بيستوعب ان هو مات، ورغم دوت بيقول انا لسه ما اعتذرتلكش ايها العجوز، وعمال يعيط. في لحظتها في واحد من العدم بيظهر من ورا شيكو، الواد لسه هيستوعب ولكن دوت بيديله واحده في رقبته بيجيبه على الارض مغمى عليه، وبعدها بيكتف شيكو. في نفس اللحظه بيكلم شخص كده في التليفون وبيقول له الواد دوت شكله بدون اي فايده لذلك انا هتخلص منه. فدوت بيقول له اتاكد بس اهم حاجه ان هو كوي بما فيه الكفايه علشان يعيش قبل ما تتخلص منه، لان ديت اول مره نحسب العدد دوت من الطلاب. ننتقل بعد ذلك لمنظمه الموموترو اللي بيعرفوا ان موماي فشل في المهمه وبيكونوا متضايقين بطريقه مش طبيعيه، بس هم لازم يتعاملوا مع الوضع لان هم مش عايزين البشر يعرفوا ان الشياطين لغايه دلوقتي عايشه، وعلشان كده احنا لازم نبيد كل اطفال الاوني. نرجع تاني لشيكي اللي بيحلم ان هو بيلعب مع ابوه، بس كل ده هو بيتحول لكابوس اول لما بيشوف ابوه بيموت المره الثانيه قدام عينيه، وفي النهايه بيفوق مخضوض له وكمان متكتف في الكرسي، وبيبص جنبه بيلاقي المغبول اللي ربطه عمال يلعب ضغط صديقي بايد واحده وكمان وصل ل 3000 عده. المهم بيقول له انا ما رضيتش اصحيك، انا عارف ان انت عندك اسئله كتيره جدا بس انا حتى لو جاوبتك عليها مخك الصغير مش هيفهم انا بقول ايه، من اولها كده بيطير جبهتك يا عم شيكي. سيبنا بقى من الكلام ده وتخش الصلب الموضوع على طول. انا نايتو واحد من الاوني زيك، انا مش عارفك احنا فين بس حابب اقول لك ان احنا احتفظنا بجثه ابوك، وانت عايز تعرف انا ايه اللي خلاني اجيبك هنا. من الاخر كده احنا عايزينك تنضم لمنظمه الاوني. ايوه تم تاسيس منظمه الاوني علشان تحارب الموموترو، وكمان بيعرفوا ان اي شخص بيتم تفعيل قوته زي شيكي كده بيجيبوه هنا علشان يختبروا هل هو فعلا قوي بما فيه الكفايه علشان ينضم لمنظمه الاوني ولا لا. فدوت بيصرخ وبيقول له اني جزء من جسدي قال اللي انا هنضم ليكم، شكل كده ان مخك متعفن على الاخر. شيكي بيحاول يحرر نفسه بس مش عارف، لذلك بياخد نفس عميق يا صديقي وبيبدا يتكلم بكل هدوء بس تعابير وشه فطحاه. شكل كده ان الذوق مش نافع معاك، وبوم بيحط الكرافته بتاعته على زور شيكي وعمال يخنق فيه وبيقول له حقيقه الاوني بتظهر لما بيكونوا على شفير الموت، يلا بقى استخدم عقلك وحاول تحرر نفسك يا اما انت هتموت. الواد فعلا ما بيكونش عارف ياخد نفسه وعمال يفرفر لا وكمان بيطلع دم من عينيه وفي الاخر نفسه بينقطع. هو دوت اخرك ايها الفاشل، او دوت هو اللي كان فاكره يا صديقي، لان الدم اللي نزل من شيكي بيحرروه وبيدخل كمان في حاله الهجان وبيسمع الرشاش دوت وعمال يهجم عليه، لكن دوت ما بيحصلوش اي حاجه وبيقول له تم خصم 100 درجه منك لانك مش عارف تتحكم في قوتك، وبسبب هيجانك دوت انا هلعب فيك شويه كده كده. انت اول لما تفوق مش هتفتكر اي حاجه، وما هي الا دقائق معدوده ودول كانوا اكتر من كافيين ان هم يرجعوا شيكي لهيئته البشريه بعد ما اتمسح بالبلاط حرفيا. واول لما بيفوق ما بيكونش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، وبيقول له هو ايه اللي حصل؟ فبيقول له انت هكت لذلك انا رجعتك لصوابك. انا مش فاهم اي حاجه، انت ازاي بتتحكم في دمائك؟ انا مختلف عنك، انا بقدر ان انا اتحكم في قوتي. انا مش فاهم اي حاجه خالص، بس الحاجه اللي انا متاكد منها ان الشخص دوت قوته عاديه. بعدها بيقول له ارجوك انا عايز اكون تابع ليك، انا عايز اكون قوي بما فيه الكفايه عشان انتقم لابويا، بس دوت بيقول له مرفوض لان في المعارك انت لو فقدت عقلك دوت بيساوي الموت. وطبعا شيكي بيكون مجلوط علشان رغم ان هو بيتذلل ولكن نايتو مش قابل بيه. نايتو بيقول له للاسف انا هضطر ان انا اتخلص منك لانك لو دخلت في حاله هيجان هتعيش في الارض فساد، وبيعور نفسه وبيستدعى المظله ديت. شيكي بيفهم هو المفروض يعمل ايه وبيقوم وبيبدا يجري زي المجنون وهو حاطط ايده في الارض. نايتو بيخلي المظله اللي معاه عباره عن اسياخ وبيقول كما هو متوقع انت فعلا عديم الفايده وما بتعرفش انك تشغل دماغك، لان انا عارف دلوقتي انت هتهجم عليا منين. اولا هتندفع عليا زي اللعمه، وثانيا هتهجم عليا من الاسفل، وثالثا هتهجم عليا من فوق، رابعا هو تمويه. انا عايز اعرف انت هتختار ايه، وبيختار رقم 3 او دوت هو اللي كان فاكره لان الشيكي بيستدعى السلاح دوت وبوم بيهجم عليه بهجمه مدمره، بس للاسف دوت قوته من عالم موازي وبيقدر ان هو يتصدى للهجوم من خلال صباع واحد، وبسبب اللي الشيكي عمله دوت ما بيكونش قادر ان هو يتحكم في دماغه وشكله كده هيخش في حاله الهجم مره ثانيه، ولذلك نايتو بيستخدم دماغه
وبيستدعي الجنود ديت وبيعمل درع حوالينه لانه شكله كده مش عايز يقتل شيكو قدام عينيه. لكن شيكي بيقول له انا مش هستسلم، انا مش هستسلم، انا عايز اعيش. وبيقاوم وبيحاول ان هو يسيطر على دماغه، وبالفعل صديقي بينجح وما بيخشش في حاله الهيجان. وعلى اثرها نايتو بيلغي هجومه وبيكون متفاجئ اصلا ان شيكي قدر ان هو يسيطر على دماغه. ده ما سيطرش على دماغه بس، لا ده كمان سيطر على حاله الهيجان. هو انت عملتها ازاي؟ فبيقول له انا مش هقول لك غير لما تخليني تابع ليك هفكر في الموضوع. فده بقى بيبدا ان هو يشرح له اولا انا ما اعرفش اصلا ازاي استخدم دمائي، بس انا اول لما لقيتك عورت نفسك وقدرت انك تتحكم في دمائك جت الفكره وهي اللي انا اعور نفسي، وبكده انا هقدر ان انا استخدم قوتي زي ما انت عملت بالظبط. كده كده انا وانت من جنس الاوني، يعني اللي انت تقدر تعمله انا هقدر كمان اعمله. ايه رايك في فكرتي فاجره مش كده؟ انا عصرت مخي عصر حرفيا علشان اقدر ان انا اطلع بالفكره ديت واقدر كمان ان انا استخدم دمائي. انا فاجر مش كده؟ فبيقول له ايه المنطق العبيط اللي انت مشيت عليه دوت. وبعدها بقى بيبدا ان هو يكلم نفسه بيقول من المستحيل ان شخص بالغباوه ديت يقدر ان هو يتحكم في دماء الاوني. في الطبيعي الاشخاص العبط اللي زيه ما بيقدروش ان هم يتحكموا في مشاعرهم، ما بيقدروش اصلا ان هم يتحكموا في دمائهم، فازاي العبيط دوت يقدر ان هو يتحكم في دمائه؟ وكمان بنعرف انه الشياطين لازم يتحكموا في مشاعرهم ويقمعوا غرائزهم وكمان يسيطروا على عقولهم، يا اما هيخشوا في حاله هيجان. لكن شيكي بيعمل العكس تماما، لانه ولا بيعمل اختبار للتخطيط ولا للمشاعر ولا اي حاجه، بيهجم زي العبيط حرفيا، واي حاجه هو عايز يعملها بيعملها من غير ما يفكر. يعني من الاخر طبيعته هي اللي بتتحكم في دماء مش العقلانيه تماما. اي نعم النوع دوت بيكون مليان عيوب ولكن عنده طاقه متفنجره. اعمل ايه دلوقتي؟ اخليه ينجح ولا لا؟ شيكي بيقاطع افكاره وبيقول انا هتعلم اي حاجه انت تعلمهاني، بس ارجوك خليني تابع ليك لان انا لغايه دلوقتي ما بقدرش اتحكم في دمائي زي ما انا عايز. بس دوت كالعاده بيقول له لا، لانك شخص متهور وطبيعتك هي اللي بتتحكم فيك. في منظمه الشياطين احنا محتاجين مقاتلين حقيقيين بيخططوا بعد كده ينفذوا، مش بينفذوا بعد كده يخططوا. وبيقدم عليه وبيقول له انا مش هخليك تابع ليا، انا هخليك تلميذي. الواد بيكون هيعملها على نفسه حرفيا لان رزع المظله بتاعته جنب دماغه. يعني انا كده نجحت وبقيت تلميذك؟ ايوه خليني بقى اشرح لك القوانين هنا. اولا احنا دلوقتي على جزيره اسمها اونغاشيما او بمعنى اخر الجحيم، وفي وسطها تم تاسيس اكاديميه لاجل الاوني. ديت مش مدرسه عاديه، ديت مدرسه عسكريه لتدريب الاوني لكي يواجهوا موموترو. وفي الاكاديميه هيعلموك ازاي تتحكم في دمائك وكمان هيعلموكم تقنيات فعاله ضد موموترو. من الاخر انت هتعيش في جحيم. وهو دوت بقى كل شيء. شيكي بعد الكلام الكتير دوت مخه انفجر حرفيا ومش قادر ان هو يستوعب كل المعلومات ديت. بس بعدها تعابيره بتتغير 180 درجه وبيقول له وانا لو انضميت للمدرسه ديت قوتي هتزيد وهتكون كافيه بما فيه الكفايه ان انا انتقم لابويا. فبيقول له اكيد. فدوت بيبتسم وبيقول انا هنضم للمدرسه اللعينه ديت. بعدها بقى نايتو بياخده علشان يغير هدومه وبيعرفوا اي نعم ان هو اتقبل في المدرسه ولكن دوت ما يعنيش ان هو قوي، دوت اضعف واحد في الطلاب اللي تم قبولهم لانك ما بتقدرش انك تتحكم في دمائك، لا وكمان مش عارف تخفي قرونك. يا عم ده اول يوم ليا بس استنى وانا هبهركم كلكم. صح هي فين جثه ابويا؟ فبيقول له هي دلوقتي في المشرحه وبعد ما يتم تقديمك احنا هنعمل الجنازه اللي انت عايزها. بس انا حابب اديك نصيحه وهي ما تفكرش في الماضي، فكر في الحاضر وزيد قوه علشان تنتقم لابوك. فبيقول له انا على اتم الاستعداد، يلا بقى تعالى ورايا لانك لو ما قدرتش انك تلحق بيا في خلال 15 ثانيه هيتم طردك. وبعد ما بيقدر ان هو يلحقه اخيرا بيوصلوا على الفصل وشيكي بيكون عايز يقدم نفسه عليهم بطريقه جامده لانهم اول لما يشوفوه يقولوا الجامد راح الفجر جه. فنايتو بقى بيدمر احلامه ديت صديقه وبيديله برجل بيجيبه على الارض قرع بصل، دمر احلامه حرفيا. بيتدرك الامر وبيعدل نفسه. بعدها بيقول لهم حد منكم معاه مناديل بس عشان امسح الدم اللي على مناخيري دوت. فبوكماما دوت اللي بالمناسبه بيكون اسمه جين بيقول له انا مش معايا بس بطريقه كلها تعجرف. فالخرونج بطل بيحاول ان هو يرسل نفسه عليه وبيقول له ايه ده انت مش عندك قرون؟ هل دوت معناه انك ضعيف؟ ايه رايك اعلمك؟ فدوت بقى بيخرجها يا صديقي لانه اصلا بيقدر ان هو يتحكم في دماغه وبيسيب بطل نصير ولا مخروم. الفصل كله بيبدا ان هو يتكلم وشكلهم كده عبط بطريقه مش طبيعيه او دوت هو اللي ظاهرينه هنشوف قدام. المهم شيكي وجين الاثنين بيكونوا يتخانقوا مع بعض بس في اللحظه ديت المدرس بيخش وبيقعد شيكي في لمح البصر حرفيا. جين مصدوم هو ظهر امتى اصلا ورانا، اما شيكي بيكون مستغرب هو انا امتى قعدت. وشكل كده يا صديقي ان نايتو دوت قوي بطريقه مش طبيعيه. بعدها بيتكلم وبيقول لهم المفروض اول محاضره ليكم تكون عباره عن الارشادات وكده ولكن انتوا قوتكم استيقظت لذلك احنا النهارده هنلعب لعبه المطارده. وبياخدهم على غابه اسمها شينرا وبيقول لهم انتوا معاكم ساعه علشان ترجعوا للمدرسه من غير ما امسككم ولكن لو مسكتكم كلكم يبقى كده اللعبه انتهت. بيكونوا مستسهلين الوضع لان الخاسر مش هيحصل له اي حاجه بس دوت بيدق على الحديد وهو سخن. انا لو مسكت اي حد منكم هيتم طرده من المدرسه. كلهم بيترعبوا. هو انتوا فاكرين ان ديت مدرسه عاديه ولا ايه؟ انا قلت لكم ان احنا هنلعب بس دوت في الحقيقه تدريب لانكم بعد ما تتخرجوا هتكونوا في الصفوف الاماميه لمواجهه منظمه الموموترو وبالتالي كده حياتكم على المحك. اظنكم فهمتوا الوضع، تقدروا انكم تستخدموا دماغكم زي ما انتوا عايزين بس انا مش هستخدمه. لكن لو حد منكم دخل في حاله الهيجان يبقى كده هو حكم على نفسه بالاعدام. جين بيقول له بكل عجرفه هو انا لو قتلتك ايه اللي هيحصل لي؟ انت كده هتكون نجحت وبالتالي هتقف في الصفوف الاماميه. انا عارف انكم جايين هنا وكل واحد منكم ليه هدف معين، يلا بقى وروني شطارتكم. وكلهم بيكونوا في اوج حماستهم وخصوصا يو انا هرد بالصعصعين لذلك الوغد. قبل ما نبدا كده حابب اقول لكم ان في قاعده جديده وهي علشان
عشان تنجحوا في الاختبار دوت لازم تحصلوا على كرة من الاثنين دول، وعلى طول بيرميهم في الغابة. طب دول اتنين ازاي كلنا هننجح؟ هنا بقى انتوا هتتقسموا ل3 فرق. الفريق الاول هيتكون من ماري وشيكي وجين، اما الاربعه التانيين هيتقسموا لفريقين، وفريق جين هينجح لو قدروا ان هم ياخدوا كرة، وانتوا نفس الكلام لو قدرتوا انكم تاخدوا الثانيه، ودوت معناه ان في 3 اشخاص هيتم طردهم على الاقل. ودلوقتي المجموعه الاولى هتخش وانا هخش بعديهم ب 15 دقيقه. شيكي بيقول لنايتو انا مش عايز اكون في فريق جين، فبيقول له خلاص اعتبر نفسك مطرود. الواد حرفيا بيبل مكانه. في لحظتها ماري بتيجي عند شيكي وبتقول له انا عارفه ان انا بدون اي فايده، بس انا هبذل قصارى جهدي علشان اساعدكم. هو اصلا بيكون واقف مبلم يا معلم ومش عارف يرد بايه، بس في الاخر بيتكلم وبيقول لها انا هحميكي. فهي بتسيبه بتروح عند جين وبتقول له نفس الكلام، بس دوت الصديق عباره عن جبل ما بيحسش وما بيتكلمش، فدي بتفتكر ان هو كارهها فبتفضل تعيط. روميو بطلنا بيجي وبيقول لها ما تزعليش من الكئيب دوت، وكمان ما تعيطيش علشان ما تبوظيش وشك الجميل. سم وانت يا عم الزفت اللي اسمك جي ما تتكلم معانا بتواضع يا عم. فبيقول له مفيش اي فايده من التعاون، كده كده انت هتطرد، وكمان اراهن انك عندك هدف تافه. ده بيتعصب وبيقول له شكلك كده عايز تموت. قبل ما يدبوا في خناقه بعض نايتو بيقول لهم يلا الاختبار بدا، وعلى طول بيتحركوا. وبينما جين بيتحرك عمال يفكر في كلام نايتو، وان هو لو قدر ان هو يهزمه في الاختبار كده هيتخرج. ديت فرصتي، انا لو نجحت هنضم للوحده وساعتها انا هقابلك. مين بقى هو الشخص ده؟ بيقاطع تفكيره بقى شيكي اللي بيهجم عليه، بيقول له انت بتلحقني ليه؟ ده بسبب انك قلت ان هدفي تافه، انا عايزك تسحب كلامك ايها الحسالة. انا ما بحبش اكرر كلامي مرتين، وبنلاحظ يا صديقي ان بقه مليان ندوب. شيكي بيقول له مين اللي علم عليك في صغرك ايها الضعيف؟ طب انت لو خسرت قدام ضعيف هتكون عباره عن حسالة. طير جبهته حرفيا يا صديقي. في لحظتها بيستخدم فن الدم وبيستدعى شفرات حاده. شيكي بيكون مصدوم وبيقول له انت ازاي بتقدر انك تفعلها بسهوله؟ السؤال هو انت ازاي ما بتقدرش انك تفعلها؟ لو عايز تعيش يلا اهرب من هنا. بس انا لو هربت مش هقدر الا انا انتقم لابويا. فدوت بيقول له انت جيت هنا علشان تنتقم لابوك، وفيها ايه يعني؟ شكلنا كده مش هنتفاهم مع بعض. شيكي بيعور نفسه بيحاول يستخدم فن الدم بس ما بيعرفش، ودوت اللي بيضايقه جدا لان جين اللي هو اصلا متضايق منه بيقدر ان هو يستخدم فن الدم وهو ما بيعرفش. بس رغم دوت ما بيستسلمش وبيهجم عليه بالعصايه اللي معاه، وبيحصل انفجار في الغابه، ودوت طبعا بسبب جين. ماري بقى في تلك الاثناء بتكون بتتمشى في الغابه وساعتها بتقع، فبتحتزر يا صديقي للخشبه اللي هي وقعتها، وبتقول انا بدون اي فايده، انا ماليش اي لازمه في الحياه، انا على طول بعتمد على الغير. وبنلاحظ يا صديقي ان الكوره وراها بس هي ما بتاخدش بالها اصلا. نرجع تاني عند جين وشيكي والمعركه ما بينهم مولعه، وبطلنا مهما يهجم على جين دوت بيتفادى كل هجماته، وبينما هو عمال يهجم عليه بكل عشوائيه بيحاول يحلل ازاي جين بيستخدم دماغه، بس دوت ما بيدولوش اي فرصه وبيديله رجلي بيرزعه على الارض. وطبعا هو بيتمنى ان الارض تتشق وتبلعه لانه اول مره يخش معركه وما يعرفش يعمل فيها اي حاجه. بيقوم بيقرر ان هو ما يستسلمش، بس جين بيكون عنده راي تاني وبيهجم عليه بهجمه مدمره. بس قبل ما توصل له يا صديقي هنا بتوصل ماري اللي بيكون قدام الهجوم، لكن بطلها بيتحرك لا اراديا وبيحميها، وعلى اسرها بيتعور في كتفه، ولكن دوت الصديق ولا كانه حاسس باي الم، وبيقول لجين اديك انت كنت هتقتلها دلوقتي، الفاشل لازم ينسحب يا اما يتقبل موته وهو ساكت. في لحظتها ماري بتقول لشيك انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه، انت اتصبت بسببي وعلشان اكفر عن ذنبي انا لازم اموت. وفي لحظتها بتتحكم في دماغها لا اراديا وبيظهر عملاق من الدم. الاتنين مصدومين وخصوصا جين لانه اصلا عارف ان الشياطين عندهم دم اكتر من البشر، لكن مش ديت المشكله ان ماري عندها دم زياده عن اللزوم. هي بتقول لهم ارجوكم اهربوا من هنا لو انتم مش عايزين تموتوا. نايتو بقى في تلك الاثناء بيكون بيتكلم مع مدير المدرسه اللي بيقول له اول لقاء ما بينك وما بين الطلاب تخليهم يخشوا معركه حياه وموت؟ انت بتفكر ازاي؟ بدل ما اشرح لهم ازاي يتحكموا في دماغهم وكده، لا انا ادخلهم في تدريب حقيقي. فده بيقول له زي ما انت عارف عدد كبير جدا كل سنه من الاوني بيموتوا، واغلبيتهم بيكونوا من الاطفال، واحيانا البشر بتستعبد الاوني وبتعمل عليهم تجارب، وعلى الرغم دوت هم ولا عارفين اي حاجه ولا بيفهموا في اي زفت. واظن كده انت فهمت انا بقول ايه. فده بيقول له طالما انك قوي مش هتموت. فبيقول له تمام ساعدهم بقى علشان يكونوا اقوياء. نروح لهم بقى هناك. العملاق بيهجم عليهم لكن دول بيتفادوا الهجوم على اخر لحظه. جين بيهجم على العملاق بيكون فاكر ان هو قطع له ايديه، ولكن دوت عباره عن جرح بسيط. شيكي بيقول للمرء اتحكمي في دماغك علشان احنا كده هتموت. فدي بتقول له انا اسفه انا مش هقدر اعمل كده وبيغمى عليها. شيكي بيتحرك علشان يشوفها ولكن يا صديقي دمها بيحميها، ودوت معناه ان دمها عنده اراده خاصه. لسه بيكونوا يفهموا اللي بيحصل، ولكن العملاق بيهجم على الاثنين وبيخلي الغابه عباره عن بركه دماء. وبسبب الهجوم دوت ماري بتفوق وبتقول لدمها كده كفايه كفايه يا اختي. شيكي بيقوم وبيقول اختك. هي بتقول لهم اهربوا انتوا على الحاله دي هتموتوا، لكن دوت بيرد عليها بكل صراحه ما ينفعش اسيبك تموتي هنا. في لحظتها العملاق بيصرخ صرخه حرفيا بتهز الغابه. نايتو بيوصل ساحه المعركه بس ما بيرضاش يتدخل وبيقولوا يلا وروني هتتعاملوا ازاي. شيكي بيعور نفسه بيحاول يستخدم فن الدماء بس مش عارف، مش كل مره هتسلم الجره. العملاق بيهجم بيتفادى بس احدى الطوبات بتخبط فيه بتجيبه على الارض وبيقول انا ضعيف انا فاشل انا مش عارف اقاتل حتى، لدرجه ان انا ما قدرتش احمي ابويا وعمال يعيط. جيم بيقول له هتفضل تعيط امشي من هنا، وبيعور نفسه وبيستخدم نوعين مختلفين من الاسلحه في نفس اللحظه، ودوت طبعا اللي بيبهر نايتو. وبنعرف انه الدم الاوني بيتخذ اي هيئه انت عايزها، بس برضه كل شخص بيكون عنده تفضلات معينه، زي مثلا شيكي لما كان بيستخدم دماغه وكان بيستدعى اسلحه، اما جيم مختلف تماما
ونفس النظام عند ماري، كل واحد ليه تفضلاته الخاصه. جين بقى في نفس اللحظه دي بيهجم على العملاق، بيعوره في دراعه، بينط وبيوصل لرقبته، بيحاول ان هو يقطعها، بس العملاق بيضحي بايديه وكمان بيهجم عليه بايديه الثانيه. جين بيحاول يتفادى الهجمات، بس في الاخر العملاق بيصرخ في صرخه حرفيا بتخرم طبلة ودنه، وشيكي بيقول فكر ازاي استخدم دمي. واخيرا الحمار بيفهم ان كل شخص له طريقته الخاصه في استخدام دمائه، وبيقدر ان هو يصنع احدى الاسلحه اللي بيكون حاسس ان هي جزء من جسده، وبدمه بيطلق رصاصه حرفيا بتفرتك العملاق. صدمة بكل ما تحمله الكلمه من معنى شيكي عنده قوه عاتيه، ودوت اللي بيصدم الاثنين وخصوصا جين، لان شيكي اللي كان بيتريق عليه هزم العملاق بضربه واحده. شيكي بيتحرك بيحاول يروح لماري بس ما بيقدرش وبيقع على الارض بسبب الارهاق. نايتو بيجيله وبيحييه بس دوت بيقول له سيبك مني، روح اطمن على ماري. فبيقول له طبعا هروح، وبيقول في نفسه على الرغم ان هو على شفير الموت ولكن بيهتم بغيره، لسه بيكون اتحرك ولكن جين بيهجم عليه بس دوت بيكون مستعد له. هو انت ايه اللي بتعمله دوت؟ اصدقائك محتاجين علاج. ديت مش مشكلتي. مش مشكلتك؟ انا بكره امثالك. انا مش عايز حبك اصلا من البدايه، بس اوعى تكون كدبت عليا لما قلت لي ان انا لو قتلتك او هزمتك يبقى انا كده هتخرج. انا ما كدبتش عليك، وعلشان تطمئن انا مش هستخدم دمائي. دوت بيضايق لان هو كده بيستهزأ بيه وبيروح يهجم عليه، بس دوت بيتصدى لكل هجماته وبيقول له اوعى تكون فاكر ان انا هتسهل معاك، وبيخرج دخان من المظله. دوت بيكون فاكره سام بس دوت بيطمنه، ومن بعيد بيفضل يطلق عليه رصاص مطاط. هو هيوجعك بس مش هيقتلك، وانا عارف ان بسبب هجمه شيكي عليك ايديك وجعك، وانا هستخدم نقطه ضعفك علشان اخليك عاجز عن القتال. فدوت بيقول له هات اللي عندك، وبيستخدم فن الدماء بتاعه وبيهجم عليه من بعيد، ودوت اللي بيبهر نايتو لان هو عنده استراتيجيه للقتال عن بعد، على الرغم ان هو بيستخدم النصر بس في لحظتها هو بيظهر من وراه. جين بيكون خلاص هيسيبه ولكن دوت بيحدف عليه قنبله دخانيه وبقوم بيديله واحده في ظهره وبيرزعه على الارض. هو انت كنت فاكر ان انا ههجم عليك من بعد مرتين؟ في ارض المعركه الوضع بيتغير 180 درجه في اي لحظه، وديت لو كانت معركه حقيقيه كنت زمانك ميت. دوت بيقول مش كفايه انا مش عايز استسلم. فدوت بيقول له هو انت للدرجه عايز تقابل ابوك؟ هو انت ازاي تعرف؟ انا بحثت عنك، زي مثلا ان ابوك من الموموترو. صدمة بكل المقاييس، وانا عرفنا هو عايز يتخرج لي بسرعه ويقف في صفوف الاماميه. ايه يعني الابويا من الموموترو؟ انا عايز انتقم منه علشان قتل كل عيلتي، وكمان الندوب اللي ماليه جسدي ديت هو المتسبب فيها. انا بكرهه من اعماق قلبي، وانا عايش لاجل شيء واحد وهو الانتقام منه. وبيقدر ان هو يتحرر بس سرعان ما بيتجاب على الارض للمره الثانيه. عيش بس مش عشان ابوك، عيش علشان نفسك، وما تموتش عشان تحقق هدفك. لو ما فهمتش كلامي دوت معناه ان مالكش مستقبل. في الاخر بيتقبل الهزيمه، ونايتو بيتصل بالمدرسه وبيقول لهم ابعتوا لي اسعاف، وبعدها بيكتفوا يا معلم في الشجره علشان ما يتحركش. كده ما بقاش غير شيكي اللي يا دوبت في الحيل ان هو يقوم، ودوت معناه ان الاختبار لسه ما خلص. وبيقول له انت معاك 5 دقايق و42 ثانيه، يا اما تاخد الكره اللي معايا ديت يا اما تروح تدور على اللي في الغابه. فدوت بيختار الاختيار الثاني. نايتو هيسيبه؟ لا والله. بس هنا صديقي بنكتشف ان شيكي غفله لانه بيظهر قدام جين وبيقول له انا هحررك. فدوت بيقول له انا عندي لا انا اموت ولا تقبل من فشل زيك ان هو يساعدني. فدوت بيرد عليه وبيقول له ايه الاهم بالنسبه لك، كبريائك ام هدفك؟ بالنسبه لي انا ما عنديش اي مانع ان انا اتعامل مع شخص انا بكرهه علشان اوصل لهدفي، علشان كده سيبنا اساعدك. بيكون رافض في البدايه بس في النهايه بيوافق، ولكن بشرط ان هو اللي يساعده. بعدها نايتو بيلاحظ ان شيكي بيجري فبينزل يقف قدامه وبيقول له شكلك كده هترصف في الاختبار. بس في اللحظه دي جين بيظهر من ورا نايتو وبيهجم عليه، لكن دوت بيتفادى الهجوم. بس سرعان ما جين بيكتفه بالسلبه اللي كان بيتكتف فيها هو وشيكي، ونايتو ما بيكونش عارف يتحرك، وجين بيستغل الفرصه وبيهجم عليه بنصل الدم، ودوت بيشتت انتباهه. وشيكي بيستغل الفرصه وبيوقع الكره من ايديه وبتوصل جنب جين. نايتو بيقول دلوقتي جين هياخدها وهيجري علشان يخرج من الغابه، بس طبعا شيكي مش هيسيبه، وانا هستغل النزاع دوت علشان اخد الكره. بس هنا كانت الصدمه، شيكي بيقول لجين يلا خد الكره ويهرب. بالفعل بيسمع الكلام وبيكون في كميه انشكاح، واحنا كده نجحنا. بس دوت بيصدمه لما بيقول له لو هو وصل لوحده خط النهايه يبقى انت كده مطرود. انت فعلا غبي بطريقه مش طبيعيه يا شيكي، مخك دوت هو اللي موديك في داهيه دي، هو هينجح لوحده. نروح له بقى هناك يا صديقي اللي بيكون عمال يجري، بس بيفتكر ان شيكي هو السبب اصلا في نجاحه، فبيرجع يا صديقي علشان يساعده. هو انت ايه اللي خلاك ترجع؟ علشان مش عايز اكون مدين ليك، وكمان انا بفضل ان انا اطرد على حد يساعدني، انا لازم احقق هدفي بنفسي. لذلك خد الكره وانجح انت. لسه بيكون يستلم الكره، ولكن في اللحظه ديت في حيوان بيظهر وبيكون شايل سماعه على ظهره. شيكي بيقول لنايتو هو ايه الحيوان دوت، فنايتو بيعرفه ان الحيوان دوت هم بيستخدموه علشان يتواصلوا مع بعض بسرعه. فاسكت بقى علشان نسمع الرساله، والرساله كالتالي يا صديقي: احنا بنتعرض للهجوم من منظمه الموموترو، وان هم دلوقتي محتاجين الدعم باسرع
دلوقتي ممكن. هو بيسمع الخبر دوت من هنا بيطلع من الغابه وبيقول للطلاب مفيش تدريب النهارده. فدول بيقولوا له انت قصدك ايه؟ اشرح اكتر. فدول بيعرفوا ان فرع المنظمه اللي في كيوتو طلب دلوقتي الدعم واحنا هنتحرك دلوقتي. وبالفعل يا صديقي كلهم بيتحركوا وبيلبسوا زي مدرسه عادي وكمان بيخفوا ورونهم علشان ما حدش يشك فيهم. وفي اللي بيكون متحمس وفي اللي بيكون خايف، بس ده بيطمن الخايفين وبيعرفهم ان هم مش هيروحوا يقاتلوا، لا هم هيدعموا بس علشان مش عايزين نزيد عدد الضحايا. يا اما الواد الخجول دوت بيقول لنايتو هو احنا ايه نوع العمل اللي احنا هنروح نعمله؟ فبيقول له احنا هنقدم دعم لا اكتر ولا اقل. وكمان بيعرفوا ان كل بلده فيها على الاقل منظمه واحده من الاوني متمركزه هناك، والوحدات ديت مسؤوله عن حاجتين، اولا وحده القتال وديت مسؤوله عن الخطوط الاماميه لمواجهه الموموترو، والثانيه هي وحده الدعم اللي بتساعد الاوني اللي عايشه مع البشر وما عندهمش اي مأوى. وزي ما انتم عارفين ما ينفعش الاوني يروح يزور الاطباء العاديين، علشان كده بيروحوا الاطباء من الاوني، وفي حاله زي اللي احنا فيها ديت هم احيانا بيساعدونا ضد الموموترو. شيكي بيقول انا اخيرا هقابله علشان انتقم منه، بس نايتو بيعرفه ان هو مش هيليه في كيوتو لان منظمه الموموترو برضه عندها فروع زينا بالظبط، والفرع اللي في كيوتو حابب اقول لكم ان الاعضاء اللي هناك اقوياء بشكل ليس بطبيعي، فاحنا لازم نخلي بالنا. وبعد شويه فعلا بيوصلوا للفرع وهناك بتقابلهم واحده عجوز وبتدخلهم في المخبأ. على الناحيه الثانيه اتنين من الموموترو بيكونوا عمالين يقتلوا في الاوني وحرفيا قلبينها مجزره. الاول اسمه تسوباكي ودوت شخص سادي جدا بيستمتع بتعذيب الاوني، ولما مساعدته ماما بتقول له كفايه بقى ما تقتلهم فبيقول لها زي ما انت عارفه انا لازم افحص دمهم بعنايه علشان اقدر اصنع منهم اسلحه. الكل بيقول عليا ان انا سادي وبستمتع بقتلهم، بس الموضوع مش كده، الحقيقه اللي انا بصنع منهم اسلحه ايوه اللي بتفيدنا وديت واحده من عيناتي. شكله المخيف ممكن يخليك تشك ان هو ممكن يقتل اي حد، ولكن لا هو ما بيقتلش بس غير الاوني لان ريحه دمهم مميزه جدا بالنسبه له. وفي تلك الاثناء في طفل بيكون مستخبي متكتف مش قادر يتحرك او بمعنى اخر مش عايز يطلع اي صوت، ولكن ده بيظهر قدامه وبيقول له خلينا العب معاك شويه، وبيفضل يعذب فيه وبيجيب له بقى جثث كل اللي موجودين وبيقول له عرفني مين فيهم ابوك وامك. ما بيليش اي اجابه فبيدي الامر بقتله. تسوباكي انت فعلا شخص مفيد ولكن شخصيتك هي اللي غريبه جدا بالنسبه لنا، نسيبنا من دول ونروح لاصحابنا اللي بيكونوا في النفق ومستغربين لان ما حدش كان متوقع اصلا ان في نفق بالحجم ده كله في منطقه كيوتو. واللي بيصدمهم اكتر واكتر ان هم بيخشوا في مكان كده شكله جميل جدا وهناك بيقابلهم دكتور اسمه كيو شكله كده صديق عبيط شويتين ودوت قائد وحده الدعم في قاعده كيوتو. وبنعرف كمان ان هو ونايتو كانوا في نفس الفريق. نايتو بيقول له انا هخلي العيال دول في رعايتك، فبيقول له شكل كده من منظرهم ان هم متمردين جدا، فبيقول له ما تقلقش هيسمعوا كلامك وبيسيبهم وبيمشي وشكل كده ان هو رايح يعمل حاجه. وبعد ما اصحابنا بيغيروا هدومهم بيخشوا للمستوصف اللي بيكون مليان بالجنود الصفوف الاماميه اللي مصابين، في اللي فقد دراعه في اللي فقد رجله وفي اصلا اللي عايش بالعافيه. والمنظر المرعب دوت كان زي الصاعقه على شيكي. كيو بيلاحظ ان هو خايف فبيقول له ما تقلقش انا هعالجهم دلوقتي وحالا ودوت بفضل دمي. نسيبه بقى يعالجهم براحته ونروح لنايتو اللي بيكون وصل عند تسوباكي اللي بيكون عامل مجزره وبدون اي مقدمه بيستخدم فن الدم وبيهجم عليه، ولكن دوت ما كانش ليه اي فايده لانه بيستخدم جثث الاوني علشان يتصدى لهجومه. ودوت اللي بيضايق نايتو جدا. قام دوت فارك الملح على الجرح وبيقول له انا سمعت ان الاوني مستخبيين زي الفئران في حته في منطقه كيوتو ولذلك انا موجود هنا علشان اقضي عليكم كلكم ايها الجبناء. ايه رايك تعمل فيا معروف وتدلنا على المكان لان انا صراحه ما فينيش جهد اللي انا ادور. فبيقول له من العين ديت قبل العين ديت تفين المكان في الجحيم اللي هرسلك فيه دلوقتي. قبل ما يوديه هاخدك من ايدك ونرجع عند كيو اللي بيستخدم دمه وبيقول للمصاب دوت تحب اشفي لك رجلك ولا ايديك؟ فدوت بيرد عليه بالعافيه عايز ايدين اشيل بيها عيالي. فبيقول له حاضر وبيعور نفسه وبيشربه من دمه. اي نعم انا دمي مش مفيد في القتال ولكن مفيد جدا في الشفاء. وبالفعل يا صديقي ما هي الا ثواني معدوده من شربه للدم جسمه بيخف وايديه بتطلع من تاني. الكل كان في حاله صدمه وخصوصا شيكي طالما انك عندك القدره ديت يبقى انت اكيد هتشفي الكل. فبيقول له في مشكله وهي ان لو حد شرب من دمي مرتين وعالجته بيهم كده مفيش مره ثالثه، الحد الاقصى ليه هي مرتين لان النعمه هتتقلب لنقمه علشان جسده مش هيستحمل دمي. كيو بيكمل كلامه لاصحابنا وبيقول لهم هي ديت الحرب اللي دايره ما بين الموموترو والاوني، وافتكروا ان الجنود بيقاتلوا في الصفوف الاماميه لان في ناس في الخلف بيحموهم وهو دوت بقى دور فريق الدعم. المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم دوت هو الحرب بتاعتنا ولذلك انا عايزكم تبذلوا قصارى جهودكم اسكان في فريق الدعم او في الصفوف الاماميه. طبعا العيال بتتحمس جدا وبيبدا بقى يديهم التعليمات. اما انت شيكي ليك مهمه خاصه وبيوديه عند بنت صغيره اسمها ماي، خلي بالك منها امبارح جات لي هنا ودوت بسبب هجوم الموموترو عليهم، ابوها وامها لغايه دلوقتي مفقودين، مهمتك انت بقى تخرجها من البؤس دوت. فبيقول له ما تقلقش وبيروح يتكلم معاها لكن ديت لا حياه لمن تنادي. البنت بتكون ساكته وشكلها كده داخله في صدمه نفسيه وفي وقتها
بتلمح جثتين متشالين على النقاله، البنت بتجري عليهم، ايوه ابوها وامها، البنت عماله تعيط، وكيو بيقول مهما حصل انا ما بتعودش على المناظر ديت. نرجع تاني عند تسوباكي اللي بيقول لنايتو انا مش عايز اروح للجحيم، واظن كده ان الهديه بتاعتي وصلت لكم، انت قصدك ايه يعني؟ فبيعرفوا ان هو زرع باروده جوه اجساد الاوني اللي قتلهم. ايوه انا هقدر ان انا اتحكم بيهم عن بعد، اظن كده انك فهمت قصدي يا عم نايتو. وبيحرك ايديه وبأم واحده من الجثث بيتم التحكم بيها، ودوت كان ابو ماي اللي بيفضل يخنق فيها. خلص هيقتلها لكن شيكي بيغمي عينيها وكيو بيخلص عليه. بس هل دوت معناه ان ديت النهايه؟ لا 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 والله، المكان دوت عباره عن ترسانة جثث، وهي دي بقى خطة تسوباكي تم التحكم بكل اللي موجودين. الام بتخنق شيكي، كيو لسه بيكون هيتحرك ولكن لقى نفسه متكتف، ومش هو لوحده، كل اللي موجودين بيحصل معاهم نفس الكلام. شيكي بيكون خلص هيفقد وعيه ولكن بيطلع المسدس اللي خده من نايتو وبيطلق عليها نار. ايوه الرصاص دوت اقوى من الطبيعي ب100 مره، وهو ما خلاش ماي تشوفه وهو بيقتل امها، وبيدوس على انسانيته وبيقتل اللي كانوا مكتفين كيو، اللي بيطلب منه مباشره انا هتكفل بالمرضى، اما انت بقى يا عم عايزك تتكفل بالجثث اللي بيتم التحكم بيها. فبيقول له حاضر. بيتحركوا هما الاثنين وبيوصلوا عند جين هو والبقيه اللي بيكونوا عمالين يتقاتلوا مع الجثث المتحركه، وكل ما بيوقعوهم بيقوموا تاني، ودوت اللي مش فاهمهم. شيكي بيصرخ فيهم وبيقول لهم نقطه ضعفهم هي دماغهم، واسهل طريقه لتحطيم خلاياهم هي فن الدم. اول واحد بيتدرك الامر في كل اللي موجودين هو جين اللي بيستخدم دمه، واللي بياخد منه واحده ما بياخدش الثانيه، الكل بيعمل نفس الشيء. في نفس الوقت دوت شيكي بيكون عمال يقتل في الجثث ومش عارف هو ايه اللي بيعمله دوت، مشاعره متلخبطه على الرغم ان هو عارف ان ديت الطريقه الوحيده بس مش عايز يقتلهم. ايه اللي انا بعمله دوت؟ نرجع لنايتو اللي سمع ما يكفيه ليشعل وغضب، بينقض على تسوباكي علشان يقتله، ولكن بيلاقي نفسه بيقتل يا صديقي اتباعه. لسه بيكون هيفوق من الصدمه لقى الوحش دوت جنبه بيهجم عليه، فبيتفاداها وعلى اسر دوت بيقطع اشلاء الجثث. والغريب يا صديقي ان دوت بيقول له انت زعلان ولا ايه؟ انت المفروض تكون فرحان اللي انا بصفيكم. فبيقول له لكل شيء حدود، فبيقول له ما انا كده ما تخطيتش حدودي. نايتو ساعتها بيحس ان في حاجه غريبه بتحصل، فبيطلب من اتباعه ان هم يرجعوا لفرع كيوتو. لسه بيكونوا يتحركوا ولكن دوت بيدي الاشاره لمومو يلا اتعاملي معاهم، فدي بتقول له سامعه مطعن وبتستخدم قوتها وبتحجزهم. نايتو بيقول له انت رايح فين ما تقاتلني؟ فبيعرفوا طالما ان هو محجوز يبقى كده انا هقدر اللي انا اعمل اللي انا عايزه. انت ممكن تكون فاكر ان انا ما اعرفش انتوا مستخبيين فين، ولكن انا حابب اعرفك ان الجثث اللي انا بتحكم فيها ديت زرعت جواها اجهزه ارسال، وانا جهاز المستقبل، وبالتالي كده تم تحديد مكانهم. بتمنى منك لو فضلت عايش تيجي تتفرج عليا. وقبل ما يمشي بيدخل عليهم الوحش وبيقول لهم انا زارع فيه هديه هتعجبكم جدا، وبوم بينفجر فيهم. مومو بتقول له مش هتتاكد اذا كان ماتوا ولا لا، فبيقول لها النتيجه واحده، لو احترضوا طريقنا هيموتوا. لا 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 بجد انت جامد يلا. نرجع للفرع من تاني، والطلاب شكلهم كده قربوا يخلصوا على كل اللي بيتم التحكم فيهم. كيو بيشكرهم لان لولاهم اصلا كان زمانهم كلهم ميتين. ماي بقى وفي نفس اللحظه دي بتكون شايفه امها وابوها عباره عن جثث تم قتلها مرتين. شيكي بيقول لها انا اسف اللي انا عملت كده، ولكن دوت كان الخيار الوحيد. فهي بتقول له مش مهم، كده كده احنا طول عمرنا يا اما بنستخبى يا اما بنهرب من مكان لمكان لمكان لمكان، علشان كده انا كنت عارفه ان اليوم دوت هيجي، لذلك ما تلومش نفسك. الواد في لحظتها ما بيكونش طايق نفسه تماما، وايقن ان هو عاش عيشه غير الاوني تماما، وبيقول مش من المفروض ان الموموتر هم الابطال؟ فين الخير في اللي خلونا نعمله دوت؟ خلاص شيكي طفح بيه الكيل وبيقول طالما ان هم عايزيننا اشرار يبقى احنا فعلا هنتحول لاشرار. اقسم ان انا هخلي كل اطفال الاوني يعيشوا الحياه اللي بيتمنوها. والكل كان موافق نفس الراي. ابو نضاره دوت بيقول لهم احنا لازم نكون على اتم الاستعداد، لان انا حاسس ان هم خلاص قربوا مننا، ولما بيسالوا عن السبب بيعرفهم ان دمه بيحس بالكائنات الحيه ضمن دايره قطرها 5 كيلومتر، وبينما هو يبحث عن الاوني بيحس بيهم، لا وكمان بيحس بفريق نايتو اللي تم دحسهم بكل معنى الكلمه. اما بقى وعلى الجانب الاخر تسوباكي يا صديقي بيكون وصل لمخبأهم فعلا، وقتل العجوز وبيتصل بالدعم بقى وبيقول لهم ابعتوا لي شويه من الغاليين بتوعي لاننا اقتحمنا عش غنو غشيمه. اوعوا تنسوا تبعتوا النسخه الافضل، لان طالما ان نايتو قائد العمليه يبقى اكيد هم بيخططوا لحاجه. مومو بتقول له بدل ما نتعب نفسنا ايه رايك اطلق عليهم دلوقتي غسام، وبالتالي كلهم هيموتوا في ظرف اقل من ساعه. فكره كويسه جدا يلا بدايه في تنفيذها، ولكن سرعان ما بتوصل له رساله بتغير تعابير وشه 180 درجه، وبيقول لها لا احنا هنقتلهم بايدينا لان انا بدور دلوقتي على واحد منهم اسمه شيكي، والواد دوت انا لازم اعمل ابحاث عليه وشكلها كده هتولع نار. في تلك الاثناء ماي بيكون بتتذكر كل اللحظات الجميله اللي قضيتها مع ابوها وامها،
بسرعة، ولكن سرعان ما بتفوق على كابوس وبتفضل تعيط. نروح لجين وكيو اللي بيكونوا جهزوا الفرن اللي يحطوا في الجثث، ولما جين بيسأل عن السبب فبيقول له زي ما انت شفت كده في ساحة المعركة ما نعرفش الموموترو هيعملوا ايه، ولذلك كان سب حل لينا ان احنا نحرقهم. فبيقول له انا فهمتك وبيكملوا في طريقهم، لكن سرعان ما كيو بيحس بحاجة كده دم طعنه من كبلة سوباكي. جين بيحس بخطورته فبيفعل قوته، لسه بيكون هينقض عليه لقى مومو ظهرت من وراه وكسرت ايديه. الواد بيحاول يفعل قوته من تاني ولكن الألم كان حرفيا لا يصدق. كيو بيحس ان هو مش قادر ان هو يقاتل، لذلك بيقول له اهرب انا هقدر ان انا اتكفل بيهم. بيسمع الكلام وبيتحرك، بس سرعان ما تسوباكي بيطلب من مومو ان هي تفعل الحاجز، وبالفعل حرفيا بتحوط المنطقه بالكامل كده مالكمش اي مكان في الهروب. وكمان بيعرفوا ان هو قضى على نايتو، يعني ما تحلمش ان في تعزيزات هتوصل. وقبل ما اقتلك انا بدور على واحد منكم واسمه شيكي. فكيو بيعرف ان هم جايين هنا علشان حاجه معينه، فبيقول له انا مش هعرفك على اي شيء، وبيطلع سم من جيبه لسه بيكون هيتحرك ولكن بوم رمشتين بيكون عوره في رقبته وجابه على الارض. خلاص شكلها هي ديت النهايه، وده بقى بيروح علشان يفحص دمه ولا يحتاجه ولا لا. لكن قبلها بتوصل التعزيزات، الوحوش وكمان معاهم الصندوق الخاص بيه. هي ديت المفاجاه اللي انا محضرها لكم ايها الاوني. على الجانب الاخر جين بيكون وصل للمستوصف وما كانش مصدق اللي هو شايفه، لان الدم مبحصر في كل المكان. وهو بيتحرك كده لقى مسدس مرفوع عليه كان من شيكي، ولولا ان هو ادرك ان جين كان زمانه ميت. والسبب ان هم مش واثقين اصلا في اي حد دلوقتي. جين لسه بيكون هيتكلم ولكن دول بيعرفوا ان هم عارفين كل حاجه وان هم دلوقتي محتجزين. الوضع مأساوي بكل المقاييس. وبينما هم يتحدثون بيظهر لهم واحد من الغاليين اللي بدون اي مقدمات بيروح يخرم بطن الاول، وبعدها بيتم التهامه اللي بيسيبهم في حاله صدمه. وكرد فعل طبيعي الكل بيحاول يهرب الا شيكي اللي صابب تركيزه بالكامل على ماي. وبعد شويه تسوباكي ومومو وصلوا للقاعه، والواد بيطلب من مومو ان هي تقتل اي حد ما عدا شيكي. ولما بتقول له انت مش هتيجي معايا ولا ايه فبيعرفها ان هو في حاجه مهمه لازم يعملها. اكيرا وروكورو بقى وفتيك الاثناء بيكونوا خايفين جدا، وخصوصا روكورو اللي بيطلب من اكيرا ان هي تحميه لانه جبان جدا. البنت حرفيا بيكون في كميه انشكاحه لانها بتستمتع لما حد بيطلب منها المساعده، وخصوصا لما بيكون بحاله روكورو على طول بتطلب منه ان هو يستخبى في الدولاب، لان ساعتها صديق الوحش بيخش عليهم وبيسالها سؤال واحد هو فين شيكي. فبتقول له معرفش، وبتستخدم فن الدم. والغريب بقى صديقي ان الوحش بيقرب منها بكل لطافه، والاغرب بقى ان هي بتفضل تضرب فيه والوحش ما بيتحركش خالص لحد ما بتقتله. وسر قوتها صديقي ان هي لما بتغطي اي حد بدمها بيتحول لعبد ليها. وزي ما قلنا قبل كده كل شخص قدرته بتتحدد حسب شخصيته، يعني مثلا كيرا قوتها بتتفعل لما الكل بيعتمد عليها بالكامل. روكورو اللي شاف قوتها وقع في شبكها وقال لها ارجوك ساعديني، وديت طبعا كانت في كميه سعادتها. وبتفرش ملايه وبتقول له تفضل يا بيبي نام وانا احكي بكل الموضوع. ظهر وحش تاني شكله كده اقوى من الاول بيهجم عليها. البنت بتتفاداه وبتنط وبتفعل قوتها بتكون خلاص هتصيبه، ولكن بيتحرك بسرعه خارقه وبيقدر ان هو يعورها في كتفها. بتحاول تتحرك من تاني ولكن الوحش كان اسرع منها بكتير وبيكتفها وبيفضل يرزح فيها لحد ما بيجيبها على الارض وبيكمل بقى عليها برجليه. وشكلها هي ديت النهايه بالنسبه لها. روكورو اللي كان شايف ده كله ما كانش قادر يتحرك وبيقول انا لو ما اتدخلتش على الحاله ديت هتموت، بس انا جبان. بس ايه ده، هو انا من امتى وانا بالجبن ده؟ وساعتها بنعرف ان هو كان عايش في قريه صغيره زيه زي بيت الاوني، وهناك اتعرف على لولو البنت الجميله اللي بيحبها، اللي طالما ان هي جنبه بتديله شجاعه لا تصدق وبيعمل المستحيل علشان يخليها تعجب بيه. والاجواء جميله ولطيفه جدا. بس في احدى الايام البنت حست بدوخه غريبه كده، فراحوا عند الطبيب الوحيد اللي موجود في قريه الاوني. وهنا كانت الصدمه، البنت عندها مرض نادر. روكورو بيهون عليها وبيقول لها طالما اللي انا جنبك يبقى كل حاجه هتعدي، لكن تهب الرياح بما لا تشتهي السفن. هجوم من الموموترو على الاوني قتلوا الطبيب الوحيد اللي موجود، وبالتالي بعديها فتره قصيره لولو بتموت. ايوه الشخص الوحيد اللي كان بيمده بالطاقه مات. الخوف، الهلع، الجبن، كل كان بيروح بنظره واحده بس منها، لكن هي دلوقتي ما بقتش موجوده. وبعد ما ماتت الواد دخل في حاله اكتئاب حاده لدرجه ان شعره الاسود اتحول لابيض. الوحش اتجنن خلاص هيقتلها، بس انت فاكر ان هيحصل؟ ولا معايا صديقي لا 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 والله بيتدخل على اخر لحظه وبينقذها. لو لولو عرفت ان انت متي وانا موجود مش هتسامحني، ولذلك انا مش هخلي حاجه شبه كده تحصل. اي نعم انا خايف جدا لدرجه ان انا مش قادر اتحرك، ولكن بما انها جنبي انا كده ما بخافش من اي حاجه. وبيكون عمل من دمه نسخه منها. ايوه الخوف، القلق، الرعب، التوتر كله بيتلاشى وبيندمج معاها وتبيض جدا، بس لسه اللي جاي كتير. وبحركه
الفرعونيه كده يا عزيزي بيشكل انصار لا حصر لها وبينقض على الوحش بيها. الوحش لسه ما ماتش بيهجم عليه فدوت بيتفاداه ولكنه بيرقص. ايوه دوت نفس الايقاع اللي كان بيرقص بيه معاها. اولا بيقطع دراعين الوحش وبيعمل كومبو غريب بيخلي الوحش دماغه في الارض وجسمه فوق. ايوه قتله وبيكون عمال يتباهى وقد ان هو فاجر. نسيبه بقى يعبط مع نفسه ونروح لشيكي اللي بيكون عندي ماي اللي بيعرفها ان كل الوحوش اللي موجودين تم قتلهم. انا ابويا وامي ماتوا فما فيش اي فايده اصلا من اننا نفضل عايشه. فهو بيقول لها انا فاهمك جدا بس ديت مش نهايه الحياه. لو انت مت كده تضحيه امك وابوك هتروح هباء منصوره وهم اكيد مش هيحبوا حاجه شبه كده. لكن لو كافحتي علشان مستقبل افضل كده هيكونوا فخورين بيكي. علشان كده ما تستسلميش. عيشي وقاتلي معايا. وبيتحرك واول واحد بيقابله كان مين؟ ايوه يا بختك المايل تسوباكي. والعبيط صديقي بيعرفه بنفسه. ايوه انا اسمي شيكي والاسم دوت كان زي الزغروطه في ودني تسوباكي. الفار واقع في المصيده برجليه. شيكي بيساله بكل حسره وقهره انت ازاي جرأت انك تعمل حاجه شنيعه شبه كده؟ يا اخي اللي يشوفك وانت بتتكلم بالحسره ديت يصدقك. ما تحسسنيش يعني ان هم فارقين معاك قوي لان انا دمعته قريبه قوي فما تخلينيش اعيط بقى. الواد بيتضايق جدا وبيقول له انت لازم تموت هنا ودلوقتي. فبيرمي السكينه على المسدس وبيوقعه من ايديه وبيقول له هو انت فاكر ان اللعبه دي هتقتلني؟ يلا استخدم قوتك ولا انت خلاص تقبلت مصيرك. الواد بيستشيط غضب. خلاص انا لازم انبيدك هنا ودلوقتي. وبيقدر ان هو يستدعى مدفع وبوم طلقه مدمره بتعمل انفجار في المكان. لكن كما هو متوقع تسوباكي ما بيحصلوش اي حاجه. شيكي بيضايقه وبيقول له طالما انك تفاديتها يبقى انت كده خايف. فبيتضايق وبيقول له استحمل اللي جاي. على الناحيه التانيه جيم بيكون عمال يدور على اصحابه عايز يساعد اي حد لان مومو بتظهر له وبتقول له انا مش هخليك تكمل في طريقك علشان ما تشوفش جثث اصدقائك. اوبس نسيت انتوا الاوني اكيد مش عندكم مصطلح بالاسم ده. فبيقول لها اقفلي بقي كان ليا هدف واحد ولازم انا احققه واللي هيقف عقبه في طريقي هنشره. وبيفعل قوته وهي بتعمل نفس الكلام لسه بتكون تتحرك ولكن دوت بوم بينقض عليها. بيكون فاكر ان هو قتلها لان ديت بتكون حمت نفسها.